من 5 سنين الدكتور محمد شبايك المتخصص في أمراض الباطنة قرر يسيب مصر ويسافر على ألمانيا ويبدأ شغل هناك ويحقق جزء من أحلامه وأحلام أهله، وإنه يبقى دكتور كبير وناجح ويخدم أهل قريته. ولكن القدر كان له رأي تاني، ومحمد مرجعش لأهله بشهادة الدكتوراه، ولكن رجع لهم في النعش. إيه اللي حصل وإزاي رحل عن الحياة وليه الناس بتتكلم عنه في ألمانيا؟ تعالوا نشوف قصة الدكتور الخلوق. دكتور شاب عنده 33 سنة من قرية كفر أبو الحسن التابعة لمركز وسنا بمحافظة المنوفية. الكل كان بيحبه، حتى إن كل دفعته في الجامعة كانوا بيحبوه جدا بسبب أخلاقه وطيبة قلبه. سافر من حوالي 5 سنين بعثة عمل واستقر في ألمانيا، وبعد فترة بنى مسجد وكان بيئم الناس فيه. محمد شبايك كان عنده 3 بنات إخوات وأخ ولد بس، وهو أول شخص عرف خبر رحيل دكتور محمد بسبب حادثة عربية على الطريق في ألمانيا، ومحدش عارف التفاصيل الكاملة للحادث لحد دلوقتي، ولا ازاي مات، ولا الحادثة دي أصلا كانت عن طريق الصدفة ومش مخطط لها ولا لأ. حتى إن أخوه اللي هو أول شخص عرف الواقعة بالصدفة، ومن وقتها كان في حالة من الذهول ومش عارف يتصرف، وكلم أفراد عيلته لكن ما كانش عارف ازاي ممكن يبلغ والده ووالدته بخبر زي ده، وتردد كتير لحد قبل وصول جثمان أخوه بساعات. قرر يقول لهم الخبر اللي كان وقعه عليهم كبير جدا، وسافر أخوه لألمانيا وخلص الورق اللازم لدفن أخوه. لكن الشكوك حول وفاته ما زالت مستمرة من عيلته، اللي محدش عارف ايه اللي حصل له ولا ازاي رحل عن الحياة فجأة كده. ده كمان هل الموضوع ده متعلق بجريمة او ايه اللي حصل؟ محدش عارف تفاصيل الامر ده. الدكتور محمد خلال الفترة اللي كان عايش فيها في ألمانيا اتكفل ببناء مسجد في المنطقة اللي كان ساكن فيها علشان المسلمين اللي موجودين يقدروا يصلوا، لان ما كانش في مكان يصلوا فيه. دكتور احمد ضياء دفعة شبايك قال انه كان صاحبه وسافر ألمانيا من كام سنة واشتغل طبيب، في نفس الوقت أسس مسجد وكان الإمام والخطيب فيه. كانت كل الدفعة صحابه وبيحبوه، محدش كان بيشبع من القعدة معاه. وكمان صديقه دكتور بسام محمد اتفاجئ بخبر رحيل صديقه ودفعته محمد شبايك، بالأخص إنه بقاله فترة مش على تواصل معاه لأنه كان قافل الفيسبوك بتاعه وانقطعت أخباره من فترة. ومش بس أصحابه هم اللي مصدومين من الخبر، لا كمان قرايبه اللي شايفين إن قرية كفر أبو الحسن في وسنا فقدت واحد من زهرة شباب القرية اللي كان الكل بيتشرف بيه بأخلاقه الطيبة، وإن الخبر صعب على الكل وبالأخص أسرته اللي لسه مش مصدقة إيه اللي حصل. واحد من دفعته كتب بوست على الفيسبوك بينعي فيه محمد شبايك، وقال إنه كان روحه حلوة، بيحب الضحك والهزار مع الكل وبيحب لمة الصحاب، وإنه اتصدم لما سمع الخبر. وصل الجثمان وشيعت الجنازة من مسجد الرحمة علشان تعيش قرية أبو الحسن فترة حزينة بسبب وفاة الدكتور الخلوق اللي الكل كان بيشهد بحسن أخلاقه وتواضعه. وخرج مئات من الأهالي علشان يودعوا محمد، وكانت الجنازة مهيبة وملامح الحزن كانت واضحة على الكل. ولكن لحد اللحظة دي أهله مش مصدقين إن ابنهم الدكتور راجع لهم في النعش بعد ما كانوا مستنيين يرجع علشان يرفع راسهم بنجاحه وتفوقه الدراسي.